1. بماذا تدين البشرية لقوس جبال طوروس زاغروس؟ ثمة الكثير من الحجج التي تحثنا على التفكير بأن قوس جبال طوروس زاغروس هو باب التجمع الرئيسي في الانطلاق من أخدود أفريقيا الشرقية ومركز الانتشار إلى أرجاء العالم. أولها أن هذا القوس هو نهاية الطريق الطبيعية في الأخدود، ويتم المجيء إليه على موجات متتالية، فكأن موقع الصحراء الكبرى والبادية العربية يغلق الباب على جانبيه الشرقي والغربي ليحول برزخ السويس والسواحل الشرقية للبحر المتوسط إلى طريق طبيعي للانتشار، في حين تشكل السواحل الجنوبية للبحر المتوسط ثاني طريق مهم للتوجه إلى إسبانيا وأوروبا عبر مضيق جبل طارق، لكنها ليست معطاء بقدر سواحله الشرقية نظرا لبنيتها وشروطها الجغرافية، إضافة إلى العوائق العسيرة ومشكلة التغذية الموجودة. أما الطريق المثالية فتبتدئ من السواحل الشرقية للبحر المتوسط مرورا بالقوس الذي تشكله جبال طوروس زاغروس الهلال الخصيب، فهي أراضٍ خصيبة خيرة لدرجة من غير الوارد البقاء فيها دون التحول إلى مجتمعية راقية. من هنا نستنبط الأمر الثاني، ألا وهو أن هذا العطاء النابع من المناخ الملائم لأجل المجموعات البشرية للعيش في منطقة قوس سلسلة جبال طوروس زاغروس واحتوائها عددا جما من النباتات والفواكه والثمار على شكل حقول طبيعية، وغنى وافرا من حيوانات الصيد، ووجود كهوف مثلى للأمان وعدد جم من الأنهار الغزيرة والينابيع الدفاقة. كل هذه المزايا كانت مناسبة للحياة إلى درجة جعلتها تمهد السبيل لظهور مصطلح الجنة في ذاكرة البشرية لاحقا. وبمقارنة هذه المزايا الإيجابية الآنفة الذكر مع الصحارى والبوادي في مناطق الجوار، يصبح تعشش ثنائية الجنة النار كأحدى الاصطلاحات الأساسية في ذاكرة الإنسانية أمرا مفهوما. انطلاقا من هذه المزايا يمكننا الافتراض بكل سهولة أن هذه الساحة كانت ثاني ميدان مهم لتجمع وتكاثف النوع البشري بعد أخدود أفريقيا الشرقية، ولن نكون مبالغين بالقول أنه العش المهيئ لفقس وتفريخ التطور الحضاري في تاريخ البشرية. هذا ويمكن تقديسها باعتبارها موطن تدوين، أو بالأحرى بدء نشوء القصص الملحمية والأساطير الإنسانية، لتكون الثورات العظمى اللاحقة ثمارا لملاحم التقديس تلك. ثالثا، حدثت التطورات في الساحة على أساس اللغة الرمزية قبل حوالي 50,000 عام، فالانتقال من التفاهم بوسيلة بدائية كلغة الإشارة إلى التفاهم عبر لغة الرموز قد احتوى طاقات كامنة عظمى للتطور، فنشوء مساحة لغوية واسعة قد منح النوع الإنساني فرصا كبرى لتحقيق المجتمعية وحماية الذات وتأمين القوت، وربما كان هذا أعظم ثورة في التاريخ لم تكتشف ولم يطلق عليها اسم بعد. لذا قد يكون من الأنسب تسمية أول ثورة عظمى بثورة اللغة، لأنه ما من ثورة خدمت المجتمعية في هذه الجغرافيا بالقدر الذي فعلته هذه الثورة، فكل يوم يشهد صياغة مصطلح مقدس جديد بشأن النباتات وحيوانات الصيد المكتشفة، والانتقال إلى الاستقرار الأقرب إلى نظام المنازل، العيش لأول مرة في الأماكن الآمنة، وعيش المواسم الأربعة بأفضل أحوالها. وكلما صيغ ذلك بأكمله على نحو مصطلحات، كلما تشكلت اللغة المشتركة للمجموعات على نطاق واسع، وبالتالي تشكلت الهويات المتميزة والمتجلية لأول مرة. كم هو مؤلم أن أول هوية أثنية تشكلت في هذه الساحات تمر اليوم بتطهير وحشي مروع. إن المرحلة التي أسميناها بالتطور الاجتماعي الأعظم تتحقق، أو بالأحرى تنشأ، عبر هذه الظواهر والاصطلاحات الغنية، والتطور الاصطلاحي يمهد الطريق للتطور الفكري. ويفترض كاحتمال قوي أن الأناس المتفاهمين بالمصطلحات والمتمسكين عبرها لن يبقوا على شكل مجتمع جلاني ضيق، لأنهم اكتسبوا ديناميات قصوى لأجل مجتمعية أرقى. كل إيمان بأن هذا هو أحد المواضيع الأولية التي تستوجب وتستحق البحث، سواء أنثروبولوجيا أو على صعيد عصور ما قبل التاريخ. ويبدو أن عالم الآثار والمؤرخ العظيم جوردن تشايلد كان محقا عندما توصل إلى حدس كهذا بتسميته أهم كتاب له باسم ما حدث في التاريخ، والذي تناول فيه مجريات الأحداث الحاصلة في هذه الجغرافيا في تلك الحقبة. يمكن قول ذلك بكل سهولة بشأن المراحل الأولى، ولو أنه تناول مستجدات المراحل اللاحقة. هذا وعليه التشديد على أنه من غير الممكن تحليل ماضي هذه المنطقة وتسليط الضوء عليها بالأساليب الأركولوجية فحسب، إذ لا يمكن إنجاز تطورات مهمة فعلا بشأن تنوير تاريخ العصور الأولى
إلا بتوحيد معطيات جميع القواعد العلمية، بدءا من علم الأحياء البيولوجيا إلى علم فقه اللغة الفيلولوجيا، ومن علم الجغرافيا وبالأخص جغرافيا المناخ والزراعة إلى علم الاجتماع، ومن علم أصل الإنسان الأنثروبولوجيا إلى علم اللاهوت الثيولوجيا. وما نقوم به هنا هو مجرد لفت نظر ودعوة لمزاولة الوظائف والمهام،